الناس اللي بتقول ان اعظم حدث في تاريخ مصر هو دخول عمرو بن العاص، تعالوا نفكر شوية. الكلمة دي بتختصر 7000 سنة من المجد في سطر واحد غلط. مصر يا سادة ما كانتش أرض فاضية مستنية الفاتحين، دي كانت حضارة ماشية لوحدها من أيام ما العالم كله كان لسه بيتعلم يعني إيه كتابة، وكانت هي اللي بتكتب التاريخ على جدران المعابد. دي مصر اللي أسست أول دولة في التاريخ، وعرفت القانون والإدارة والزراعة والتنظيم قبل ما روما نفسها ما تتبني ب2000 سنة. بلد كان فيها جامعة في عين شمس قبل ما أوروبا تعرف يعني إيه كلمة تعليم. مصر دي اللي دخلها سيدنا إبراهيم عليه السلام وتزوج منها السيدة هاجر، وحكمها سيدنا يوسف الصديق وأنقذ المنطقة كلها من المجاعة، ومشى على أرضها السيد المسيح وأمه العذراء، وتجلى فيها رب العالمين لموسى على جبل الطور. يعني أرض ربنا باركها قبل ما التاريخ نفسه يكتب سطر واحد. وشافت كل الأنبياء واحتضنت كل الرسل. فلما حد يجي يقولك ان الفتح العربي هو اللي بدأ حضارتها، لازم نقف ونفكر بالعقل. الفتح العربي لمصر كان تحول سياسي وديني عظيم، بس ما كانش بداية حضارة، لأن الحضارة دي كانت موجودة وشغالة قبل كلمة فتح نفسها ما تتقال. الإسلام لما دخل مصر ذاتها نور وإيمان، ما لغاش تاريخها، بل وسع في هويتها. اتكونت شخصية